سخر الله تعالى لنبيه داود الجبال والطير وكانت تسبح معه. وسيدنا سليمان سخر ليه الجن والريح والطير وأعطاه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. وسيدنا عيسى كان يحيي الموتى وغيرها من معجزات كتير. السؤال بقى، هل القرآن الكريم وكفى طبعا هو المعجزة الوحيدة لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ والإجابة لا طبعا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ليه معجزات كتير جدا، العلماء وصلوها ل1000 معجزة ويمكن أكتر من كده. النهاردة بقى أنا هكلمكم عن معجزة بعينها وكتير مننا ما يعرفش عنها حاجة، هي معجزة انشقاق القمر، واللي حصلت لما طلب الكفار من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم انه يوريهم معجزة زي الانبياء اللي سبقوه، وانهم فعلا لو شافوا معجزة هيؤمنوا بيه. في الوقت ده دعا سيدنا النبي ربنا انه يأيده بمعجزة او بآية، والمعجزة دي كانت انشقاق القمر. لما نظر الكفار للقمر لقوا القمر انشق نصين، نص على جبل ونص على جبل تاني، وبينهم غار حراء. رد فعلهم بقى كان غريب جدا، قالوا سحرنا محمد. فرد واحد فيهم وقال لو ده سحر مش هيسحرنا كلنا في وقت واحد، اسألوا الصفار، يعني الناس اللي جاية من السفر. ولما سألوا الصفار قالوا فعلا انهم شافوا انشقاق القمر، وفي القرآن الكريم ذكر انشقاق القمر تحديدا في سورة القمر كتأكيد قطعي ونهائي على المعجزة دي.